إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد امتاز الإسلام بدعوته إلى مكارم الأخلاق التي تكون خير معين لسير الحياة على الوجه الأمثل. وكلما كان العبد تام الخلق، كلما كان هذا الأمر أثقل في ميزانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن حسن الخلق من أعظم الأمور التي تثقل الميزان عند الله جل وعلا. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في مواضع فقال: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الخلق الحسن معاشر المسلمين من أعظم الصفات التي يحاول التصاق بها كل أحد، حتى اللئيم والحقير من الناس تجده يتظاهر بحسن الخلق ويتظاهر بحسن السلوك زعما منه أنه كذلك، وينتفي من سوء الخلق. كل أحد ينتفي من سوء الخلق ولو كان فيه ذلكم الخلق السيء. ألا معاشر المسلمين واعلموا معاشر المسلمين أن من أعظم الصفات الحسنة والخلق الحسن هو العفو والصفح عند المقدرة. العفو والصفح معاشر المسلمين من أعظم الصفات التي لا يتصف بها إلا فئام قليل من الناس، كما قال ربنا سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. إن العفو معاشر المسلمين له فضائل عدة، ولو مكثنا نعدد فضائله ما انتهينا، لكننا نشير إشارات إلى بعض تلك الفضائل. فإن من الفضائل معاشر المسلمين كبح جماح المشاكل وانتهاء أمر الانتقام. معاشر المسلمين، كلنا نعلم ما يقع بين المسلمين في أمر الدماء، فتجد كثيرا من الناس بينهم الثأرات، هذا يقتل هذا، وهذا ينتقم لأبيه، وهذا ينتقم لأخيه، وهلم جرا. فتجد الحروب بين القبائل سنين عديدة، كل ذلك معاشر المسلمين بسبب عدم العفو وبعدم الصفح. والله جل وعلا قد أمر بالعفو فقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم معاشر المسلمين، جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الحر بن قيس الحر بن قيس رضي الله عنه كان له ابن أخ،
وكان الحر رضي الله عنه ممن يدخل على عمر، فاستأذن أو فقال هذا الرجل لعمه: هل استأذنت لي على أمير المؤمنين؟ فلما دخل عليه قال كلاما لا ينبغي في حق أمير المؤمنين عمر، فقال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أي وصفه بالبخل ووصفه بالظلم، وهيهات أن يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الصفة. قال: فغضب عمر رضي الله عنه، فلما رأى الحر غضب أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوقف عمر وكان وقافا عند كتاب الله. معاشر المسلمين، إن العفو عمن أساءك رفعة في الدنيا والآخرة، بل إنك تملك قلبه إذا دارت الأيام. انظروا وتأملوا ما كان من إخوة يوسف عليهم رضوان الله قبل توبتهم، ما صنعوا بأخيهم. لقد اتفقوا وكادوا أن يقتلوه، ثم اتفقوا على بيعه رخيصا، ثم فعلوا ما فعلوا من الكذب وغير ذلكم. فلما قدر عليهم الكريم ابن الخليل عليهم صلوات الله وسلامه، ماذا صنع يوسف لما تمكن منهم؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فما كان من إخوة يوسف إلا أنهم عليهم رضوان الله اعترفوا بذنبهم وتابوا إلى الله وحسنت توبتهم، فملك يوسف عليه الصلاة والسلام مجامع محبتهم. فإنك إذا أحسنت إلى من أساءك فإنه ينقلب من العداوة بعد أن يكون عدوا لدودا إذا به ينقلب وليا، وليس أي ولي وإنما ولي حميم. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، لو جعل العبد منا يدقق في كل إساءة يسيء إليك فيها أحد لكانت الحياة نارا مشتعلة، ولكانت الحياة لا تطاق، ولربما يتمنى وقد وقع يتمنى الكثير من الناس الموت لكثرة المشكلات ولكثرة المضادات ولكثرة المشاحنات، وما ذلكم إلا بسبب فقد هذه الصفة. فتجد الزوج لا يصبر ولا يعفو عن زوجته إذا أساءت إليه، وهكذا العكس، تجد الزوجة لا تعفو عن كلمة ولا عن تصرف، وإذا بكل أحد يريد كما يزعم يأخذ حقه، وإذا بالحياة نارا مشتعلة تضرم نارها ويضرم نارها إبليس وجنوده، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن إبليس ينصب عرشا له على الماء ثم يبعث سراياه كل ليلة وكل يوم، وهو يريد من جنده أن يفسدوا بين الناس. قال: فيأتيه الأول فيقول: لا زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما جئت بشيء
إلى أن يأتي أحدهم فيقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت 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 أنت، ويدنيه ويلبسه التاج. وما ذلكم معاشر المسلمين إلا لفرح إبليس وجنوده بالفرقة بين المسلمين. فلو أن العبد منا اتصف بالعفو والصفع عمن أساءه لسارت الأمور، وليس كل شيء تدقق عليه، كما قال العلامة ابن الوردي رحمه الله تعالى: وتغافل عن أمور إنما لم يفز بالحمد إلا من غفل. وتغافل عن أمور إنما لم يفز بالحمد إلا من غفل. فلو دققت عبد الله في كل كلمة تقال لك وفي كل فعلة تفعل لك لما بقي لك أحد، لكن اعفو واصفح. انظروا كيف ضرب لنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروع المثال للعفو عند المقدرة. انظروا وتأملوا يوم أن دخل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحا، فإذا بأهل قريش يقولون الآن سيحس محمد الرؤوس، الآن سيقطع رؤوسنا، الآن سينتقم لما صنعناه. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الرجل الرحيم الرؤوف الذي لم يكن ينتصر لنفسه، لما دخل مكة دخلها مطأطئا تواضعا لله جل وعلا، لم يدخلها شامخا منتصرا، وإنما دخلها مطأطئا رأسه خاضعا لله جل وعلا، قائلا: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. نعم معاشر المسلمين، سمى أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما ذكر ذلك كان من أبي سفيان رضي الله عنه أن شعر بعظيم مكانة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل في الإسلام سراعا. وما ذلكم معاشر المسلمين، ولسان حال من أساء إليك يقول أنا أسيء إليه وهو يحلم عليه. انظروا إلى ذلكم الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إساءة أرحامه له بالقطيعة، وإساءة أرحامه له بالجهالة والغضب والسب ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت كما تقول من صفتك فإنك عليهم منتصر، وسيأتونك يوما ما خاضعين منيبين منكسرين، وما ذلكم إلا لعظيم العفو عند الله جل وعلا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. ويقول ربنا سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل كان من أعظم صفات ورثة الجنة. قال ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر وتأمل عبد الله كيف يكون العفو عند المقدرة وعند أن يكون الأمر مشتعلا، لا سيما عند الغضب. اختصم اثنان فجعل أحدهما يسب الآخر ويثلبه ويتنقصه، وذاك يحوقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله لك، عفى الله عنك، وهو يكثر بالسب والشتم. فجعل ذاكم الساب بعد
بعد ذلك يقول لماذا لصاحبه؟ يقول رد علي، رد علي، فيقول لا أرد عليك إلا بعفى الله عنك وغفر الله لك وسامحك. فإذا بهذا الرجل ينكسر أمام تلك الكلمات التي لا تصدر إلا عن جبال، لا تصدر إلا عن رجال عرفوا قدر ربهم سبحانه. فجعل الرجل بعد يبكي ثم احتضن صاحبه وجعل يقول سامحني سامحني. فتأملوا معاشر المسلمين كيف يكون العفو سببا لحصر القتال ولحصر المشاكل ولدفع شرور الأبالسة والشياطين. فالله الله بالعفو يا عباد الله. اعفوا عن من أساء إليكم إن كان ممن يستحق العفو والصفح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من العافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفرج عن المسلمين ما هم فيه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء. اللهم إنا نسألك أرزاقا قدرت، اللهم إنا نسألك أرزاقا قدرت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم اعف عنا إنك أنت العفو الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.